بنت الأصول إزاي تاخد حقها وتحافظ على كرامتها وتضع حدود. بصي يا ستي، بنت الأصول مش بس البنت المؤدبة أو المتربية اللي بتعامل الناس بالحسنى. بنت الأصول بجد هي اللي بيبقى عندها وعي وعندها قوة شخصية بتخليها تاخد حقها تالت ومتلت، وبتحافظ على كرامتها في السما، وتجبر أي حد يتعامل معاها إنه يقف عند حده. الموضوع مش بالخناق ولا الصوت العالي، الموضوع بيبقى صنعة وذكاء. تعالي نعرف مع بعض، نقسم الموضوع ده بالتفصيل الممل عشان يبقى معاكي كتالوج لحمايتك وحماية كرامتك. أول حاجة، إزاي تحافظي على كرامتك. ده الأساس اللي انت هتبني عليه. الكرامة دي خط أحمر، لو اتهزت أي حاجة تانية بيبقى ملهاش طعم. عشان تحافظي عليها لابد إن انت تمشي على قواعد. أول حاجة، قيمتك دي جاية من جواكي. كرامتك مش معتمدة على رأي حد فيكي، ولا على كلمة حلوة من حد، ولا على طبطبة من شخص ما بيقدرش. انت غالية لمجرد انك انت. اتعلمي تقولي لأ من غير ما تتأسفي. لو حاجة هتيجي على حساب صحتك، وقتك، راحتك النفسية، قولي لأ بابتسامة وثقة. مش لازم تبرري وتعتذري كأنك عاملة جريمة. امشي لما القعدة ما تبقاش تليق بيكي. فالمكان اللي يحسسك فيه إنك مش متقدرة، أو إن وجودك زي عدمه، أو في تلقيح كلام، انسحبي منه فورا وبمنتهى الهدوء. فانسحابك ده أعلى درجات القيمة ليكي. بلاش شحاتة الاهتمام والتقدير. اللي عايز يقدرك هيقدرك من نفسه. فالعتاب الكبير مع حد قاصد يهمشك بيقلل من كرامتك. ده في حد ذاته حاجة وحشة جدا. فاللي هيشتريكي اشتريه، واللي يبيعك أو يشوف نفسه عليكي قوليله مع السلامة والقلب دايلك. برضو اتعلمي اللي انت تحطي حدود لحياتك. ازاي تحطي حدود للناس؟ الناس زي الأرض، لو مفيش سور لأرضك أي حد هيدخل يدوس عليها. فالسور ده هو الحدود. من الحدود برضو حدود الكلام. مش كل حاجة في حياتك تتقال. خططك، مشاكلك، أسرارك، فلوسك، دي حاجات تخصك انت وبس. وكذلك حدود الهزار. في ناس بتهزر بطريقة فيها قلة قيمة أو تريقة وتسميها عشم. فبنت الأصول من أول مرة تسمع كلمة مش مريحاها بتوقف الشخص فورا. ما بتبتسمش ابتسامة مجاملة، فهي جادة وسريعة. بتقول له مثلا أنا ما بحبش النوع ده من الهزار، أو يا ريت نتكلم في الجد. حددي مواعيدك ووقتك. فما تسمحيش لحد مثلا يكلمك في أنصاف الليالي يضيع وقتك في رغي ملهوش لازمة، أو يجيلك فجأة من غير ميعاد. اعتذر بلطافة، معلش مثلا أنا نايمة أو عندي مشاوير. الناس لما تلاقيكي منظمة وبتحترم وقتك هيحترموا وقتك غصبا عنهم. من الحدود برضو حدود المعاملة. عامل الناس بأصلك، بس ما تسمحيش ليهم يتجاوزوا. لو حد اتعود مثلا يطلب وما يديش، أو يشتكي وانت تيجي تشتكي من حاجة ما يسمعكيش، أو تسألي عنه وما يسألش عنك، فحطيه في حجمه الطبيعي. خانة المعارف السطحيين. ما تديش حد أكبر من حجمه. فانت ازاي تاخدي حقك؟ بنت الأصول ما بتشتمش، ما بتطولش لسانها، وما بتتخانقش خناق شوارع. بنت الأصول بتعلم اللي قدامها بأدب وثقة يخليه يندم إنه فكر يجي عليها. دايما خلي الهدوء والبرود هما سلاحك الفتاك. لما حد يغلط فيكي أو يقلل منك، أول قاعدة ما تتنرفزيش. فالعصبية بتضيع الحق وتخليك تباني ضعيفة. خدي نفس عميق وبص في عين اللي يكلمك بثبات، مع السكوت لثواني، مع نظرة حادة. ده بيوتر اللي قدامك ويحسسه بالذنب والخوف. تاني قاعدة، اتعلمي اللي انت تردي بسؤال. لو حد رمى كلمة مش تمام، ما تدافعيش عن نفسك. اسأليه هو انت تقصد ايه بالكلمة دي؟ هو انت شايف ان ده اسلوب مناسب للكلام؟ هنا انت نقلت الكورة في ملعبه وخليتيه هو اللي محتاج يبرر ويدافع عن غباوته. برضو حقك القانوني والمادي. بنتوا الأصول مش هبلة ولا ساذجة. لو ليكي حق مادي من شغل أو أي حاجة عند إنسان، طالب بيها بمنتهى القوة والأدب، وبالمستندات والقانون لو استدعى الأمر ذلك. الطيبة مش معناها إنك تسيبي حقك يتاكل وتقولي عشان العيب. العيب هو إنك أنت تسكتي عن حقك. تجاهلي الناس المستفزة. في ناس بتبقى قاصدة اللي هي تستفزك عشان تطلعك غلطانة. فأعلى درجات أخذ الحق من الناس دي هي التجاهل. اقلبي الصفحة
كأنهم هوا ولا أكنهم موجودين في الكوكب حرفيا. فالتجاهل بيموت الشخص المؤذي من غيظه. وأخيرا، كبسولة بنت الأصول، علشان تعيشي مرتاحة خلي طيبتك وجدعنتك للي يستاهلها بس. اللي يحترمك شيليه فوق راسك، واللي يقلل منك حط بينك وبينه جبال. صوتك الواطي دليل تربيتك، وردك الحاسم دليل قوتك. مفيش حد غالي عليكي أكتر من كرامتك وصحتك النفسية.